احلى فراخ ممكن تاكلوها. بجد بجد تحفه. تصوروا ان الفراخ دي اصلا محمره مش مشويه ولا معمول فيها اي تتبيله من الاختراع ولا اي حاجه. تصدقوا ان دي مسلوقه ومحمره، بس ازاي تطلع معاكي كده تحفه وجميله، وتطلع الشوربه بتاعتها كده اللهم بارك حاجه كده تحفه. بصوا من جوه بقى عامله لها ايه، عامله لها حشوه على الرغم ان هي مش مشويه. بصي برضو شوية بقى ملوخية في قلبك. بجد بجد حاجة كده تحفة اللهم بارك. يلا بينا نعمل الأكلة المصرية الأصيلة اللي كل المصريين بيحبوها. بس ما تنسيش تسمي بالله وتصلي على رسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. معايا طماطمية مقطعاها 4، معايا بصلية، معايا ملح فلفل ورق لوري، حبهان. والفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها جبت بصلايه بشرتها بملح بفلفل، وحشيت ما بين الجلد واللحم، بس ما عملتش اكتر من كده. وطبعا جزرة في الشوربة، عشان الجزرة دي هتخلي الشوربة مسكرة وتعمل أحلى شوربة ممكن تعمليها على ملوخية. نزلت الفراخ بتاعتي، وطبعا بتعملي الكمية على عدد أفراد أسرتك. نزلت كده الفراخ. وطبعا اللي كنت منزلة المرة اللي فاتت طريقة الملوخية ازاي تحفظيها من السنة للسنة، وتحتفظ بلونها وتحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعتها. الفيديو اللي قبل ده على طول هو اللي منزلة فيه. بصي دي الشوربة كده بتاعت الفراخ. بصي اللهم بارك الشوربة طالعة ازاي، شايفين جمالها ولونها، شايفين صافية ازاي. بتاخدي الشوربة بتاعتك بقى بتصفيها، وبتحطيها في الحلة اللي هتعملي فيها الملوخية، عشان ما ينزلش فيها مثلا ورق لوري حبهان، ينزل فيها طماطم. لا، بتصفيها وبتعملي الكمية اللي انت عايزاها عشان تعملي الملوخية. كده انا صفيتها وحطيتها في الحلة بتاعتي. وطبعا الملوخية مجهزاها علشان انزلها على طول على الشوربة. ممكن تنزلي معلقة توم وشوية كزبرة عليها. نزلتها كده في الشوربة، تغلي غلوة واحدة بس مع بعض، وتبقى كده خلاص خلصت. وهعمل لها ايه الطشة بتاعتها، بقلبها كده بالواسكة عشان ايه لو فيها قطع متجمدة تفك جواها. بصي اللون تحفة ازاي، اللهم بارك حاجة كده تحفة. جبت بقى الطاسة بتاعتي، حطيت فيها حبة زبدة ومعلقة كمان من زيت الذرة، حطيت فيها معلقة من الثوم، معلقة من الكزبرة الناشفة. قلبتهم كويس قوي. يلا نطش مع بعض الملوخية واعملي أحلى شقة اللهم بارك. طبعا أنا ولادي كانوا بيصرخوا جنبي فمش هينفع أطلع الصوت. بصوا كده ما شاء الله اللهم بارك، ملوخية تحفة. والفراخ طلعت اهي. يلا بقى نحمرها. بعد التحمير بتطلع قمر كده. والملوخية بتمنى الفيديو بتاعتي يكون عجبكم. متنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.